الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أستاذة غانم نوال، رئيسة خلية الإعلام والاتصال بالمهرجان الوطني للطهي لأرقى مطعم بولاية وهران، الذي كان هنا بمركب الأندلسيات من 21 إلى 23 من شهر أوت، والذي كان تحت الرعاية السامية للسيد والي ولاية وهران السيد سمير شيباني، وبالتنسيق مع مديرية السياحة لولاية وهران. كان اليوم الأول بحضور بعض السلطات المحلية من رئيس مجلس الشعب البلدي بلدية العنصر، وكذا أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية وهران. كان هذا المهرجان بمشاركة عدة طغاة هنا في ولاية وهران، وأيضا كان هناك مشاركات دولية من دولة سوريا، وأيضا شارك في هذا المهرجان الحرفيين التقليديين على مستوى ربوع الوطن. كانت المشاركة يعني جد رائعة، وحضر العديد من المتخرجين أيضا. وبالنسبة للجنة التحكيم كانت على رأسها الرئيسة الشرفية السيدة رزقي، ونأمل اليوم في هذا الختام إن شاء الله تكون أجواء كما سبقت العادة، وليست أول مرة أكون فيها كرئيسة خلية الإعلام والاتصال، وشاركت في عدة طبعات من المهرجانات هذه التي تعنى بالضبط، ونأمل أن تكون هناك طبعات أخرى، وذلك حفاظا على الموروث الثقافي للوطن. شكرا.